باذن الله احنا هنعمل مع بعض صينيه بطاطس كده ان شاء الله تعجبكم، وباذن الله كلنا بنعرف نعمل وكل حاجه، بس احنا النهارده هنبتدي مع بعض نعمل صينيه بطاطس خفيفه كده مع بعضنا، وفراخ بتتبيله ورز بشعريه، حاجه كده ايه خفيفه باذن الله تنال اعجابكم. احنا اول حاجه قشرنا البطاطس وقطعناها، وانا طبعا مجهزاها عشان ما اطولش على حضراتكم. بسم الله. ادي البطاطس مع بعضنا اهو، ومعانا فلفل والشطه انا مقطعاهم ومجهزاهم. انا بحب احط فلفل شويه كتير شويه. بسم الله. ومعانا بصلايه، ما بحبش اعملها حلقات، بحبها ما تكونش يعني الشكل طاغي قوي كده، انا بحبها جوانح كده بسيطه. بسم الله مع بعضنا اهي، على اساس ايه ما تبقاش كبيره قوي في الصينيه، يعني ما بتكون حلقات بتيجي العيل يطلعها بالمعلقه كده بتلاقيها طالعه معاه كده طويله، فهي كده بحسها انها ايه على القد كده حلو. بسم الله ما شاء الله. نيجي قطعنا كده البطاطس والفلفل والبصل والثوم برضو معانا اهو. لو عندك مبشور تمام، مفيش خلاص احنا انا طالما صينيه بطاطس كله حلقات، حتى الثوم عادي مفيش. لو عندي مفروم بحط معلقه، مفيش مفروم عادي بقوم واخده مقشره لي فصين 3 4 كده واقوم مقطعاهم اهو. بقى دلوقتي حطينا اهو، ادي البطاطس معانا اهي، البطاطس والفلفل والشطه والبصل والثوم. تمام يا حبايبي، نخش على التوابل بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله. ادي اول حاجه بنحطها مع بعضنا الملح، وشويه كزبره ناشفه، وشويه شطه حمراء، وشويه فلفل اسمر، وشويه كمون. واساسي معايا طالما طبيخ بقى او حاجه حمراء، البابريكا معانا لازم تكون عشان تدي بتعزز اللون بتاع الصلصه. ومعانا المكعب بتاعنا ده، انا ما بستغناش عنه في الاكل بصراحه. بسم الله ما شاء الله اهو، بيدي الاكل طعم ونكهه تانية. ومعانا بسم الله ادي عصرنا نص شفشق طماطم، وهنقلب كله مع بعضه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب ان شاء الله. قناتنا المتواضعه تنال اعجابكم، واكيد معلقتين زيت وخلاص خلصنا. شفتوا معانا ادي صينيه البطاطس، ما خدتش معانا وقت خالص ما شاء الله، بألف هنا وشفا للجيل. وانا بقى يا جماعه علشان مننساش مع بعض ونقول انا حطيت حاجه من ورا حبايبي، انا في رشه سكر صغنطوطه كده انا بحطها عشان بس الحموضه بتاعت الصلصه. بنجهز شوربتنا ناخد منها مغرفتين ونحطها ونخفف براحتنا زي ما احنا عايزين. وكده هنعلق على صينيه البطاطس. بسم الله. نعلق عليها ونبتدي في الفراخ. بسم الله. انا جبت فرخه قطعتها بعددنا، بسم الله ما شاء الله بألف هنا اللي ياكل، وغسلتها ونقعتها وتمام التمام. وهنا هنعمل لها تتبيله كده ونسويها معانا في الفرن. تعالوا معانا كده على الكبه ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه اهو هنحط البصل، ومعانا كام قرن شطه كده عشان تبقى ليها نفس وطعم حلو، ومعانا جزرايه المتاح عندنا بنحطه، وطماطم. انا الطماطم عندي صغيره شويه،
قولي انت حاطه بصل كتير؟ لا مش كتير ولا حاجه، هي بصلايه بس انا مقطعاه كده. معانا بقى مكعب مرقه. بسم الله. هنحط بقى مع بعض التوابل بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا الملح اهو، خليك معايا انا على الكبه. ادي الملح. معانا بهارات فراخ. بسم الله. توابل فراخ اهي. والزيت طبعا ما ننساش. طبعا لو في خضره التست والطعم بيبقى احلى بكتير، بس احنا معناش طبعا ايه، بصراحه ما لقيتش عندي خضره في التلاجه. هتبل بقى معاكم. ادي الكزبره الناشفه والبابريكا اللي ما بستغناش عنها، وادي الفلفل الاسمر، وديت اللهم صل على النبي، هفتكرها لكم دلوقتي. جوز الطيب وبابريكا، لا دي شطه والتانيه اللي انا كنت حطاها بابريكا، وده شويه كمون. معانا رشه جنزبيل. محدش يقول لي بتحطي توابل كتير، انا بحب اتبل الحاجه بتاعتي شويه. ودي رشه قرفه. بسم الله. بسم الله كده مع بعض تمام وزي الفل. طبعا انا لو هعملها فراخ مشويه بحط خرنجان، لو جربتوه معايا هيعجبكم قوي. بيعزز الطعم وبيخلي الطعم كانك متبلها قبلها 3-4 ساعات، مع ان انا هعملها اتبلها واعلق عليها دلوقتي حلو. بس الخرنجان لما بحط منه مثلا نص معلقه شاي صغيره بتفرق في الطعم، كاني متبلها قبلها بيوم، قبلها ب4 ساعات، وبتطلع معانا حلوه قوي. معلش بقى الكبه عندي الزرار ده داخل لجوه فانا لازم افتحه كده. بسم الله. تمام التمام كده معانا ما شاء الله. كده احنا هنتبل معانا الايه، الفراخ. بسم الله. معانا حته بصلايه اهيت ما اتفرمتش، بس هنحطها في جنب كده عادي مش هيجرى حاجه. الجيش بيقول لك ايه، اتصرف، واحنا بنتصرف باي المتاح عندنا احنا بنعمل، ما بنوقفش على كده. اللي موجود عندنا احنا بنعمل بيه. بسم الله ما شاء الله اهي. طبعا هنعيد مع بعض تاني. احنا غاسلين الفراخ ونقعينها ومصفينها وزي الفل، وجبنا التتبيله بتاعتها وهي عباره عن بصلايه، طماطمايه، قرن فلفل، عايزه تحطي توم حطي براحتك، ده انت ورغبتك واللي انت حباه. وبحط لها بقى ملح وفلفل، كمون، كزبره. ما ننساش الخرنجان اللي بيعزز لنا الطعم وبيخليه كانك انت عاملاها قبلها بيوم. بنحط لها البابريكا، رشه قرفه، اللي انت حابه اللي عندك اعملي بيه والله. ولو الحاجات دي كلها مش موجوده بنعملها بشويه دقه وبتبقى زي الفل وتمام التمام اهو. نحط هنا كده وبنفتح من تحت الجلد، وبرده بحط كده اهو. بسم الله ما شاء الله وزي الفل. عايزه بقى انت تسيبيها كده وتلفيها بستريتش وتحطيها في التلاجة عادي مفيش مشكله، وقت ما تحبي تسويها مش هتقول حاجه. اهم شيء انك انت تكوني لفاها كويس علشان لا تكري في التلاجة عشان فيها بصل، ولا هي تغير طعمها ولا ريحتها، تفضل معاكي زي الفل اهي. طبعا احنا هنحطها بقى على البوتاجاز، بس انا هعلق عليها دلوقتي معانا اهو. بسم الله. انت بتتكلم وانت بص كده يا جماعه. احنا سوينا الفراخ اهي، علقنا عليها البطاطس بتاعتنا شغالين عليها برضو. احنا كده كده مش مستعجلين على الاكل، بس احنا ايه بنجهز برضو. بسم الله. معانا البوتاجاز بتاعنا ده عسل، لازم هو في امان للاطفال بس تبقى رخم معانا بقى.
نحط بقى، هنعمل شويه رز بشعريه كده. نحط الاول الزيت، حته زبده، نسيبها تسيح. طبعا احنا شايفين، بصوا ما شاء الله الفراخ بتبقبق معانا اهي. البطاطس لسه بتبقبق، بس انا ايه يعني مهديه عليها مع نفسها. بس انا عشان هحط الفراخ هنا، وبعدين لما تاخد غلوتين واحس انها تشرب ميتها اسقطها في الفرن عشان ما تطولش معانا في السوا. لان لما بسيبها في الفرن من بدايتها لاخرها بصراحه بتطول معايا في الفرن جامد. فانا ايه بنجزها ان انا احطها على البوتاجاز وتبقبق كده وتغلي غلوتين، واحس انها هتشرب الميه بتاعتها، اقوم حطها في الفرن من تحت. ادي الزبده اهيت مع الزيت ساحوا معانا اهو. بسم الله. هنحط بقى الشعريه. بسم الله. الشعريه على قد ما احنا محتاجين. بتهيألي كده كفايه حلو قوي. بسم الله ما شاء الله. نحط لها رشه ملح صغيره كده عشان تبقى كلها لونها موحد، ونحمر فيها مع بعض كده لحد ما لونها يبقى ذهبي. كده يا جماعه اهوت. انا بقى في بحمر في الشعريه اهي، خلاص داخله على التحميره اهوت الحلو المظبوط بتاعنا. بصوا رشه الملح اللي احنا حطيناها خلت معانا، بصوا الشعريه كلها لونها موحد ازاي، مفيش واحده فاتحه وواحده غامقه، كله لون واحد. بس قبل ما نسقط الرز احنا عايزين طبعا نحط الفراخ دي في الفرن. بسم الله. حطيناها في الفرن مع بعضها كده تتشمع مع نفسها بقى كده وتستوي ان شاء الله. تبقى الف هنا وشوفه للي ياكل. صينيه البطاطس برده عشان انجز الفرن بس بتاعي، عشان عارفه ان هو هادي شويه. هي خدت الغلوه بتاعتنا تمام، وبرده تكمل سواها في الفرن. يبقى احنا خلصنا من صينيه البطاطس والفراخ. نقفل بوتاجازنا. دخلنا على الرز بتاعنا اهو. قلنا الشعريه تمام، وادي الرز اللي متنقى وزي الفل ومغسول وتمام التمام. هنحط اهو. بسم الله. قرب عليا حبيبي كده. بسم الله ما شاء الله اهو اهو. مش عايزه بس شويه الميه الاخار اللي مطرح الغسيل دول ينزلوا، حتى لو هم نضاف ما بحبش اخليهم ينزلوا ولا ينزلوا على الرزايه ولا على الشعريه. بسم الله. بوتاجاز شكله اتطفى علينا معانا. مش بقول لكم هو امان للاطفال بس مش امان لنا، عشان بيبقى الاكل على البوتاجاز ونلاقيه مره واحده كده ايه. بسم الله. نشوح بقى الرز كده الكلام ده كله اهو. سمعنا صوت الطشطشه دي كده احنا ماشيين مظبوط. ادي الشعريه نشوحها في قلب الرز اهي. بسم الله ما شاء الله. مفيش واحده مختلفه عن الثانيه، كله ما شاء الله لون واحد موحد. نحط معلقه الملح بتاعتنا. بسم الله. المكعبه ديت اختياري بقى براحتكم، اللي حابب يحط يحط، اللي مش حابب هو حر، بس انا بحب احطها. حطينا المكعبه خلاص اهي. نشوح بقى كله مع بعضه. عايزه تاكلي شويه رز مفلفلين اديهم حقهم، اديهم حقهم وهي تديك حقك منها ان انت تاخدي شويه رز مفلفلين اهو. شوح كده الرز مع السمنه مع الزيت
بالشعريه والملح والمكعبه، ودي اختياري، بحب كل حبيب يحطها واللي مش حابب هو حر، بس انا بحب اعزز الطعم شويه. اهو شوحوا مع بعضه كده. احنا بقى شوحناه مع بعضنا اهو. الرزه بقت فاتحه بيضه معانا خالص اهي بتخروش. بصوا المنظر، بصوا الرزايه بقت خروش معانا كلها، اتشوحت كلها، كله اتغلف مع بعض عشان يفضل مفلفل معانا. نسقيه بقى معانا. دي ميه من السخان، انا ما غليتش الكاتل المره دي. طبعا احنا بنحط المعيار كوبايه الرز البلدي قصادها كوبايه ميه، بس احنا بقى مش لسه جدد يعني، احنا لسه مش في البدايات، لسه احنا واخدين على كده، فعارفين الايه المعيار بتاعنا هيعوز ايه او مش هيعوز ايه. انا بالعين كده انا تمام كده. الرز بتاعي معياره تمام معايا. بصوا المنظر، لو جيت اوريكم كده المنظر، بصوا منظر الرز كله متغلف اهو، محطوط معانا ما شاء الله اهو كده تمام قوي. نقفل عليه بقى كده ونسيبه يتشرب، وبكده نكون عملنا مع بعض النهارده يا حبايب قلبي حاجه بسيطه كده اي ست بيت تقدر تعملها. عملنا مع بعض صينيه الفراخ اهي في الفرن اهي، موجوده في الفرن اهي، ومعانا صينيه البطاطس اهي في الفرن، والرز بالشعريه احنا لسه عاملينه مع بعض تمام. ونعمل شويه سلطه، شويه مخلل اللي حابين نعمله ونحطه جنبي اول ما الاكل يستوى، وبألف هنا وشفا للبيت. يا رب اكون ضيفه خفيفه على قلوبكم وما اكونش تقلت عليكم، وما تنسوش تدعموني بلايك. وهتكونوا انتوا، انا مش عارفه اتكلم لان بدايه لسه اول مره بصراحه اطلع ان انا اصور فيديو او ان انا اعمل حاجه، بس اتمنى اكون خفيفه على قلوبكم. السلام عليكم.